روتيننا في كل جمعة. طبعا كلكم بتستنوا يوم الجمعة عشان نشوف الزرع بتاعنا وصل لحد فين. النهاردة بقى يعني بعد مرور اسبوع من اخر فيديو شفتوه، ده التغيير اللي حصل. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الجرجير كبير اهوت كمان. دي اهو شاطر يا نانيتو. وطبعا بقى اهوت ادي البقدونس ولسه في شبت بقى هيطلع، وادي الكزبره اهوت والشبت زي ما انتم شايفين كده، شايفين ما شاء الله. وادي النعناع بتاعنا هيبدأ بقى اهوت، شايفين جمال والحلاوه. طبعا بيبقى في حاجات بقى زيادات كده بنشيلها، بنلاقي طبعا في وسط الخضروات بتاعتنا يعني حشيشه زي دي كده بنشيلها عشان ما تأثرش على غذاء الحاجات التانية اهو، شايفين اهي بنشيلها عشان الجذور ديت ندي مساحة للزرع بتاعنا، هو اللي يبقى الجذور بتاعته هي اللي واخدة الغذاء كله من المية، ويكون ليها المساحة الكافية ان الجذور تنتشر في التربة. زي ما انتوا شايفين كده ورق الجرجير باين عليه ان هو دبلان، ده طبعا تأثير عطش مع طبعا نقص عناصر غذائية زي البوتاسيوم والنيتروجين والكلام ده كله. فاحنا هنسقيها ميه النهارده وبكره السبت زي ما عودتكم كل اسبوع بديها لحظه سماد كده عشان العناصر اللي ناقصه تكمل بسبب السماد ده غير بقى ان العصافير اصلا بتتسلى عليه. شوف اول ما يتسقي كده والميه تيجي عليه هينعنش دلوقتي وهيسقي ايدي. نفس الكلام هنا برضو. نيجي بقى اهو الشبت بتاعنا الجميل، وده اسمه ايه انس؟ شبته ايه؟ وبقدونس ساتر كده بس خلاص. وبكده يكون خلصنا الروتين بتاعنا النهارده بتاع يوم الجمعه، وطمنا على الزرع بتاعنا. طبعا انا بوليه طول الاسبوع، يعني دايما ببص عليه بالليل لما باجي من الشغل، بس طبعا الجو بيبقى ليل ومفيش اضاءه كافيه فمش عارف اصور، فبستنى اليوم الجمعه عشان اعمل الفيديو ده معاكم واوريكم الزرع بتاعنا وصل لحد فين. طبعا حاجه جميله. بعد كده بقى الشتاء داخل هنحتاج بقى الكزبره والشبت عشان خاطر المحشي بتاعنا الجميل اللي بنحبه، والجرجير بتاعنا في الفطار. وبعد كده بقى نشرب كوبايه الشاي بالنعناع، تبقى كل حاجه كده من خير مزارعنا. تبقى كل حاجه من خير مزارعنا، وحاجه صحيه وحاجه احنا زارعينها بايدينا وبنحصدها بايدينا. يلا بقى هشوفكم في فيديو جديد، هوريكم بقى الزعتر اللي احنا زرعناه وصل لحد فين، والكرفس والريحان اللي زرعناه معاكم الاسبوع اللي فات. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو عشان ديت قناه انس، فيا ريت تدعموا انس. ومعاكم اخوكم اسامه ابو انس. يلا سلام، جمعه مباركه عليكم جميعا.